بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن اليوم في 12 من شهر رمضان المبارك 1446 الموافق 12 من مارس 2025. نقوم بمرحلة الإعداد والتجهيز لتوزيع وجبات إفطار الصائم، والتي أتت بتمويل كريم من وقف الأيتام، فجزاهم الله خير وأحسن الله إليهم، وكتب الله هذا الإفطار في ميزان حسناتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. نقوم بعون الله وفضله هنا في إحدى مخيمات النزوح في اليمن، نقوم بتوزيع وجبات إفطار الصائم بتمويل كريم من وقف أيتام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يبارك لهم في أهلهم ومالهم، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير. يا أهل البيت، السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. تفضل يا أخي، هذه وجبة إفطار مقدمة لكم من جمعية وقف الأيتام. جزاكم الله ألف خير. يا أهل البيت، السلام عليكم. كيف الحال؟ تفضلوا، هذه وجبة إفطار مقدمة لكم من جمعية وقف الأيتام. جزاكم الله ألف خير. وإياك إن شاء الله. يا أهل البيت، السلام عليكم. كيف الحال؟ تفضل يا أمي. تفضلوا، هذه وجبة إفطار مقدمة لكم من جمعية وقف الأيتام. بارك الله فيهم وجزاهم الله ألف خير. يا أهل البيت، السلام عليكم. كيف الحال؟ تفضلوا، هذه وجبة إفطار مقدمة لكم من جمعية وقف الأيتام. جزاهم الله خير. يا أهل البيت، السلام عليكم. كيف الحال؟ تفضل يا أختي، هذه وجبة إفطار مقدمة لكم من جمعية وقف الأيتام. جزاهم الله خير ويجعل في ميزان حسناتهم.